المهم تقبضوا جايكم جواب، جايكم علم عود. مصادر بتقول وبتأكد أن هناك استنفار أمني منذ ليلة أمس في جميع القطاعات العسكرية في البلاد، وبتتم حركة اعتقالات واسعة بمدن قطر بعد ورود بيانات استخباراتية. مصادر تؤكد منذ واعتقالات. جايكم الجواب. انقلاب عسكري بقيادة قبائل المرة وقبائل قحطان الهواجر قحطان، حيث يقود الانقلاب الفريق نجيب الهاجري قائد القوات البحرية، والفريق ناصر بن ناصر الأزمع الهاجري قائد حرس الأميري الخاص، وناصر بن فهاد المري رئيس البنك المركزي القطري، ورجل الأعمال القطري حمد المري، ومحافظ العاصمة محمد بن جبر الخيرين الهاجري. عندكم انقلاب وأنتم ما دريتم، بقيادة الهاجري والمري، عبد المجيد عبد الله معهم، ناصر بن ناصر معهم، ورجل الأعمال حمد المري. وش حمد المري؟ أنا من هم بني حمد الهاجري، حيث تم اعتقال رئيس البنك المركزي وفرار جميع القيادات الأخرى المتهمة إلى أماكن غير معلومة. أخبار عن وجود اشتباكات بالعاصمة واختطاف 6 من الأسرة الحاكمة. 6. رئيس البنك المركزي يجود، هو مو بالمري اللي يجود، والآخرين فضوا طقوا، و6 من الأسرة الحاكمة تجودوا قابض يد. 6 من الأسرة الحاكمة القطرية تم اختطافهم في منطقة عسكرية كرهائن، من بينهم الشيخ ناصر بن حمد الثاني الأخ الشقيق لأمير قطر. كبر الغنيمة كبراه. 6 من الأسرة الحاكمة حداها من ناصر بن حمد. حد درى من ناصر بن حمد؟ ربعي أهلي يبين النار، هم يعرفون يكذبون ولا هم بالعانهم يسوون برامج كوميدية؟ يعني ذا الشيوخ كلهم خلوهم راحوا صوب ناصر بن حمد اللي مو موجود. ذكر المصدر ان هناك اتهامات موجهة للمملكة العربية، بيتهموا طبعا قاعدين بيلطشوا، بيتهموا السعودية والحدود مع السعودية خوفا من دعم عسكري او خروج القيادات برا للسعودية. ذكر المصدر الموثوق ان المركز سكر، رد الله حظش مسكر مقحى من قدله، ويش يسكروا؟ اخذوا في ارواحكم يا الربع انتبهوا ارواحكم. ناصر بن حمد مخطوه والمركز مسكر. هل عاد حد يروح صوب المركز يحسب انهم بطل؟ المصرية تقول انهم مسكر.